رجعنا بالجزء الثالث من أنمي كايجو. قبل ما نبدأ الحكاية أحب أفكركم باللي حصل الجزء اللي فات، بداية الاختبار التاني وتحول كافجا لكايجو قدام كورا، وظهور قوة كافجا المرعبة ودخوله هو وكورا المستشفى بعد هجوم الكايجو عليهم، وظهور الكايجو رقم 9 اللي بيقدر يتحول لبشري. ده باختصار كل اللي حصل يا صديقي في الحلقة اللي فاتت. تابع الفيديو للآخر علشان فيه أسئلة مهمة، واللي هيجاوب عليها نظهر الكومنت بتاعه في الحلقة اللي جاية. من غير ما أطول عليكم يلا نبدأ الحلقة. بعدها بنروح لرينو وكافجا اللي في المكتب بتاع شغلهم ومستنيين يعرفوا نجحوا ولا لا في الاختبارات، وبيخش عليهم المدير وبيعرفهم ان نتيجة الاختبار وصلت وبيديها لهم. بعدها بنشوف الاتنين وهم قاعدين وخايفين يفتحوها، بس بعدها بيقرروا يعدوا من 1 ل3 ويفتحوا الاختبار مع بعض. وفعلا كافجا بيفتح الظرف بس مش بيعرف هو نجح ولا لا. وبعدها بنروح لمقر قوات الدفاع وبنشوف اغلب المتسابقين اللي كانوا في الاختبار انهم نجحوا، وبيقول هارو الراغي هو الناس دي كلها موجودة ومش لاقي كافجا ليه. بعدها بتخش كورا وبنعرف ان هي الاولى في الاختبار، وبنشوف فورو اللي بيخبط في رينو بيقول له انا اسف. وبعدها بيسأله هو فين كافجا، اوعى تقول لي ان هو ما نجحش. بس رينو مش بيبقى عارف يقول له ايه. وفجأة بتسكت كينومي كل اللي موجودين وبتقول ان مينا داخل عليهم ولازم ينتبهوا ليها. بعدها بتخش مينا وبتطلع على المنصة، وبنشوف كينومي بتقول لكورا تطلع على المنصة هي كمان علشان هي اللي هتبقى القائدة بتاعت المستجدين. بتطلع كورا على المنصة وبتستلم شهادة تقدير من مينا، وبعدها بتقول مينا ان هي مبسوطة ان في 27 عضو جديد بقوا في فريقها. بعدها بتشكرها كورا وبتقول ان هم مستعدين يضحوا بحياتهم علشان البشرية. بعدها بتشكرها مينا علشان هي اللي انقذت كل المتسابقين. بنشوف كورا وهي بتفتكر كافكا وبتكون متضايقة علشان المفروض ان كافكا يكون هو اللي بيتشكر دلوقتي، وبتبص وراها وتقول بعد كل اللي عمله ده يسقط في الامتحان. بعدها بتتفاجئ بكافكا وهو داخل وبيتسحب، وبنرجع لفلاش باك وبنشوف الفرقة وهي بتراجع نتيجة الامتحان، وبنشوف الفرقة وهم متفقين إن كافجا مش مؤهل إنه يكون من القوات ما عدا هوتشي اللي بيقول إنه انضم كافجا للفريق على مسؤوليته علشان هو كان عارف نقط ضعف الكايجو وإنه كان بيساعد باقي المتسابقين ودي حاجة نادرة، وكمان إن أهم سبب إنه ضحكه جدا. بنرجع تاني وبنشوف مينا وهي بتعرف الكل إن هم بقوا من قوات الدفاع ما عدا كافجا اللي لسه متدرب. بنشوف إن كل المتسابقين مبسوطين إن كافجا هيبقى معاهم، وبيقول لهم هوتشي ركزوا في الكلام اللي هتقوله مينا. بعدها بتقول مينا إن في كايجو كتير بقوا بيظهروا الفترة ديت، ده غير اللي حصل في الاختبار اللي شفنا فيه وحوش الكايجو اللي رجعت تاني للحياة بعد ما ماتوا، ومهمتنا دلوقتي بقت أصعب من الأول وفي احتمال كبير إنكم تموتوا في أول مهمة ليكم. وبتطلب منهم إنهم يثقوا فيها وإنها هتكون دايما في المقدمة حتى لو ده كلفها حياتها. فجأة كافكا بيتكلم بصوت عالي وبيقول إنه أخيرا هيعرف يوصل لمستوى قوة مينا، وبيتصدم كل الموجودين بما فيهم كافجا. وبنلاقي مينا بتعرفه إنه متعاقب ب100 عدة ضغط علشان اتكلم من غير إذن. وبنشوف هوتشي وهو ميت من الضحك بسبب إن كافكا رد على مينا وقال إن 100 ضغط قليل وبدأ يعد ضغط. وبنشوف مينا وهي خارجة من المكان وبتقول كينومي لهوتشي بسببك اتعصبت مينا وهيطلع ده علينا بعد كده. بيرد هوتشي وبيقول إن المكان ده كئيب وإحنا محتاجين حد يغير الأجواء، وبيبص ناحية كافكا وهو بيفكر وبيقول لنفسه إن في الاختبار في نفس الوقت اللي ظهر فيه قوة كايجو عالية جدا اختفت فيه قوة كافكا في نفس اللحظة. ورغم إن عارف إن النظام كان بيخرف، حاسس إن في حاجة غريبة ورا كافكا علشان كده هفضل مراقبه طول الوقت. مع نهاية تفكيره بنشوف كافجا وهو خلاص خلص عقابه، وبتقول له كورا انها عايزاه في موضوع مهم. بيرد عليها كافجا ويقول لها انا مش قادر اتحرك، قولي اللي انت عايزاه هنا. بعدها بيوتر رينو عند كافجا وبيقول له روح معاها بدل ما تضربك وتفضحك. بيعدل كافجا نفسه ويقول له انا عايز اعرف انت عايزاني في ايه. بتجري عليه وتديله بالرجل وتسحبه من مكانه وتاخده معاها. بعدها بنشوفهم وهم قاعدين في مطعم ومعاهم رينو، وبنشوف ان كورا مصدومه من كلام كافجا اللي كان بيشرح لها ازاي بقى تحول لكايجو، وبتقول له انا عارفه انك اهبل بس مش لدرجه انك تاكل كايجو. بيقول لها كافجا هو انا اكلته برضايا، انا ملحقتش اخرجه من بقي. بيقاطع كلامهم رينو وبيقول لهم ان صوتهم عالي وكده الناس هتسمعنا. بعدها بيقترح كافجا عليهم انه يروح للقوات ويعرفهم انه بيتحول لكايجو. بترد عليه كورا وبتقول له لو عملت كده هيقتلوك، ولو ما حصلش هيجندوك ويعملوا عليك اختبارات وهتبقى عامل زي فار التجارب. وغير كده لما بيلاقوا كايجو قوي بيدوله رقم وانت واحد من الكايجو دول، وفي الغالب هيجددوك ويقتلوك ويحولوك لسلاح او درع يستعملوه في المعارك. بيقوم كافجا من مكانه ويقول لها ابوس ايدك اوعي تعرفي حد اني بتحول لكايجو. بترد عليه كورا وتقول له انا موافقه بس لو في يوم حسيت انك هتضر البشر انا هقتلك بنفسي. بعدها بيعدي كام يوم وبنشوف رينو وهو ماسك سلاح وبيجري،
وبيستخبى ورا الحيطة، وبكل تركيز بيصيب كل الأهداف اللي قدامه. وبنعرف إن ده تمرين للمستجدين، وبيكون خلص التدريب في دقيقتين و35 ثانية، ده غير إن قوته بتوصل ل 18%. وبعدها بيدخل فورو بيخلص في وقت أقل من رينو، وقوته زادت وبقت 20%. وبيخرج وبيقول بكل تحدي رينو: أنت فاكر إن أنت بس اللي قوتك زادت؟ بعدها بنشوف كورة وهي خارجة، وبتكون خلصت في وقت قياسي واللي هو دقيقة و16 ثانية، وقوتها زادت بقت 55%. وبتقول بكل غرور: أنا مش عارفة إزاي أنتوا الاتنين بتتكلموا وقوتكم أنتوا الاتنين على بعض بقت أقل مني. وبنشوف هارو وهو بيقول إنه كل لما بيحس إنه اتطور بيلاقي كورة بقت أقوى منه، وبيقاطع راغو وبيقول له: أنا قوتي بقت زيك دلوقتي. بيفكر هارو مع نفسه وبيقول: أنا مش عارف الحماس اللي هم فيه ده جايبينه منين. وبيبص لراغو وبيقول: مهما عملت قوتي دايما هتبقى أعلى. وبيتفاجئوا كلهم بسبب صوت كافجا اللي بيكون فرحان إنه خلص التدريب في 6 دقايق وقوته بقت 1%. بيجري ورا كورة وبيقول: شايفة قوتي زادت إزاي؟ بترد بتقول له: هو أنت ليه سايب الناس كلها وبتجري ورايا أنا؟ بيقاطعه موتشي وبيقول لكافجا: عاش، لو فضلت على كده عمرك ما هتبقى من قوات الدفاع، وهمشيك من هنا بنفسي. بيعرفهم إنهم خلصوا تدريب بس لازم يلفوا 10 لفات حوالين ساحة التدريب، وبيعترضوا كلهم علشان تعبانين. بيروح قايل لهم هوتشي: خلاص طالما تعبانين لفوا 15 لفة، ولو واحد اعترض تاني هتبقى 20 لفة. طبعا بيجروا كلهم قبل ما يزود العدد أكتر من كده. بعدها بتقول كينومي لهوتشي: حلوة روح التنافس اللي بين المستجدين. بيرد هوتشي: حلاوة روح التنافس إنهم هيخليهم يتحسنوا بشكل أحسن. بعدها بنروح للمستجدين بعد ما خلصوا التدريب وبيستحموا، وبنلاقي كافجا وهو تعبان وبيقول إن هوتشي ده مش إنسان علشان اللي عمله معاهم. وبنروح عند فورو اللي بيستعرض عضلاته رينو، وبيقول له: اكيد نفسك يكون عندك عضلات زي دي. بيرد رينو: احنا جسمنا زي بعض، بنجيب نفس الدرجات. بيرد فورو وبيقول له: انت اكيد غيران مني. بعدها بنشوف كافجا وهو قايم يستعرض جسمه وقوته وبيقول: اتفرج ياض واتعلم من الكبار. وبيبان ان وش كافجا محمر بسبب انه شافت كرشه وما بيعرفش يسيطر عليه. وفورو بيضحك ويقول له: انت مسمي الكورة دي عضلات. في اللحظة دي بيدخل غورو وبيسأل: هو انتوا صوتكم عالي ليه؟ بيتصدموا كلهم بسبب ان جسمه كله عضلات. وبعدها بنروح عند مينا اللي بتبقى مستنية هدومها تنشف. في الوقت ده بتخش عليها كورة وبتسألها عاملة ايه دلوقتي من بعد الإصابة. بترد كورة انها تمام ومفيش اي حاجة. وبنروح بعدها علشان تغسل هدومها وبتسأل نفسها وتقول: هو ايه سبب قوتها الكبيرة؟ ومينا بتاخد بالها وبتسألها: محتاجة تعرفي حاجة؟ بتسألها كورة عن نوع التدريبات اللي بتعملها علشان تبقى بالقوة دي. بترد مينا وتقول لها: تعالي جنبي وانا هقولك. بعدها بنرجع تاني عند الرجالة وبيسأل فورو كل اللي موجودين ايه سبب انضمام كل واحد فيهم لفريق الدفاع. بيرد هارو ويقول له: طالما عايز تعرف كل واحد فينا قدم ليه، قول انت سبب انضمامك الاول. بيرد فورو ويقول ان سبب انضمامه مينا علشان انقذته وهو صغير وهو نفسه يكون زيها. بيبص هارو للباقي وبيبقى سبب كل انضمام الفريق هو مينا علشان معجبين بقوتها. بعدها بنشوف كافجا بيسأل رينو: هي مينا مشهورة قوي كده؟ بيرد رينو ويقول له: مشهورة جدا علشان هي بقت قائدة في سن صغير. بيقاطع كلامهم فورو وبيسأل كافجا عن سبب انضمامه. بيبان على كافجا التوتر بس بيقول لهم الحقيقة، وبيتصدم كل اللي قاعدين بسبب ان كافجا ومينا كانوا متربيين مع بعض، وغير كده ان كافجا كان وعدها انه هينضم لقوات الدفاع. بعدها بيحاول كافجا انه يهرب من المكان بس بيمسكوا كل الموجودين ومش بيسيبوه غير لما يحكي كل حاجة يعرفها عنها. بعدها بنشوف كورة وهي خارجة من مكان الغسيل، بتشوف الفريق كله نايم على الأرض ورينو قاعد جنبهم، وبتسأله كورة: هم اتسمموا ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ بيرد رينو وبيقول: هم قعدوا في المية السخنة لغاية لما اغمى عليهم. بترد كورة: أنا كل مرة بكتشف إنهم أغبياء. تاني يوم بنشوف الفريق اللي ابتدوا يتعودوا على التدريبات ونظام قوات الدفاع، وبيعدي كل يوم بنشوف ان علاقتهم ببعض اتحسنت. وبنشوف كافجا اللي باين عليه التحسن، وبما انه عارف ان ده مش كفاية بيحاول بكل جهده علشان يقدر يكمل في قوات الدفاع. وفي يوم وهو قاعد بيذاكر على معلومات عن الكايجو بيدخل هوتشي عليه وبيقوله: لازم تنام علشان ده جزء من التدريب. كافجا بيرد عليه ويقول له: انا لازم احاول بكل جهدي علشان ما اطردش من قوات الدفاع. بيرد عليه هوتشي ويقول له: انا عارف انك بتعمل كده علشان مينا. بيستغرب كافجا وبيسأله: عرفت ازاي؟ بيقول له هوتشي ان انت قلت كده بنفسك وعرفت الكل. بيعرفوا كافجا انه وعد مينا انه هيحارب جنبها الكايجو. بيرد هوتشي: قصدك انك عايز تاخد مكاني وتبقى نائب القائد. بيقول له كافجا: انا مش قصدي كده، بس هعمل اللي اقدر عليه علشان احقق وعدي. بيخبط هوتشي ايده على المكتب ويقول: طالما انت شايف كده براحتك، معاك ساعتين وتقفل النور والمكتب، واعمل حسابك اني مش هتنازل عن رتبة نائب القائد. كافجا بيشكره وبيمشي، وبعدها بيقول له
هوتشي ما تتعلقش بزمايلك قوي علشان ممكن تفقد حد منهم في القتالات مع الكايجو. وقبل ما هوتشي يخلص كلامه بنسمع صوت انذار، بيصحى كل من نومهم ويقول هوتشي لكافجا انا لسه ما خلصتش كلامي، وشوف اهو اللي بحذرك منه حصل، يلا استعد علشان دي اول مهمة ليك. بنشوف الفرقة بعدها وهي بتستعد، وبعد الاستعداد بنلاقيهم كلهم في العربية مع هوتشي اللي هيبقى المسؤول عنهم. وبنشوف كينومي وهي بتعرفهم من السماعات ان حجم الكايجو اللي ظهر حوالي 150 متر، وانهم رايحين ناحية الشمال وبيدمروا اي حاجة قدامهم، بس الحكومة بتخلي المكان على ما يوصلوا. بعدها بيقول هوتشي للمستجدين جهزوا نفسكم كويس علشان احنا خارجين نهاجم كايجو ونرجع. وفي الوقت ده بتبقى كورا قاعدة قدام كافجا وبتفتكر لما عرفها سره، وانها عرفته انه لو هاجم على البشر هتقتله بنفسها. ولما كافجا بياخد باله انها بصاله وبيبتسم بس وشه بيقلب الوان، وبيقول لها انه متوتر شوية. بعد شوية بيوصلوا للقاعدة بتاعة الجيش اللي قريبة من الكايجو، اللي عبارة عن شكل مشروم ضخم وعاملة زي العنكبوت. وبيشرح ليهم هوتشي إن الكايجو كان مستخبي تحت الأرض وطالع علشان يتكاثر. وبنشوف مينا وهي بتقود مجموعة من المقاتلين في الطريق علشان يقتلوا الكايجو الأساسي. بس المشكلة في الكايجو الصغيرين اللي انتشروا في المنطقة، ومهمة فريق المستجدين إنهم ينتشروا في الموقع اللي معاهم علشان يقتلوا الكايجو الصغيرين. وبيقول لهم هاتشي إن نجاحهم في المهمة هيقلل الأضرار بشكل كبير، وبرغم انكم في ابعد مكان عن الكايجو هتبقوا اخر خط دفاع لينا، ولو ما قدرتوش تقتلوا الكايجو الصغير المدنيين هيبقوا في خطر. وبعدها بنشوف الجدية في وش الكل، وبيكمل كلامه هوتشي وبيقول حد عنده اي سؤال قبل ما نبدأ. ولما بيخلص كلامه بيتحمس كل المستجدين، وبعدها بتبدأ اول مهمة. وبنشوف رينو بيكلم كافجا في اللاسلكي ويقول له اخيرا هنحقق حلمنا. وبيفتكر كافجا كلام هوتشي لما قال له انه لو فضل بالمستوى ده هيطرده من الفريق. وبيرد كافجا على رينو ويقول له انا لازم اثبت نفسي في المهمة دي علشان مش هيجيلي فرصة تانية، وعلشان كده انا متوتر بس متحمس جدا. وفي الوقت ده بيجي رسالة لكافجا والفرقة اللي معاه ان في كايجو دخلهم في الموقع بتاعهم. وبيلبس كافجا القناع بتاعه وبيقول لكورا يلا بينا. بترد كورا عليه وتقول له ما تعملش نفسك قائد علينا. بعدها بنشوف الفرقة اللي فيها كافجا كلهم بينطوا من فوق المبنى، بس كافجا بيزحف على وش المبنى. ولما بينزل بيكلم رينو في اللاسلكي ويقول له اوعى تموت. بعدها بينتشر فريق كافجا وكورا في المكان علشان يقتلوا الكايجو اللي في المنطقة بتاعتهم. وبيظهر الكايجو وبنشوف انهم في نفس شكل الكايجو الكبير بس على صغير. وبتقول كورا لكافجا ركز على الكايجو. بيبص كافجا على الكايجو وبيحس انه بقى قوي، وبيقف قدام الكايجو. بنلاقي ان الكايجو هاجم على كافجا وخلاه يطير في الجو. بتقول له كورا انت لحقت تتضرب، ده احنا لسه في البداية، وكمان انت ازاي بتهاجم لوحدك وانت قوتك 1%. وبنلاقي واحد من القوات بس اقدم منهم بيقول هو ايه اللي جاب الطفل ده هنا، هو انا ناقص. بيوجه الكلام ليهم ويقول انا هحدد نقط ضعف الكايجو واقول لكم تهجموا فين. بتبص له كورا بطرف عينها وبتطلع سلاح وبتضرب الكايجو في مكانه وبيموت في ساعتها. وبتقول له تمام انا هضرب فيهم لغايه لما تعرف فين نقطه الضعف. بيتفاجئ المقاتل القديم من قوه كورا وبيقول لنفسه هي دي بنت القائد بتاع الفرقه الاولى. وبتبص كورا لكافجا علشان تطمن عليه. بيقول لها كافجا وهو مرمي فوق الزباله عاش عليكي. بتتكسف كورا وبتقول له ده الطبيعي بتاعي مش زيك انت. بنسيبهم ونروح عند فريق رينو وفورو، وبنشوف فورو واحد من الفرقه اللي معاه بيقتلوا واحد من الكايجو. وبيجي واحد من الفرقه علشان يحييه على مجهوده. بيبص فورو على رينو ويقول له شوف قوتي وازاي قتلت الكايجو ده. بس بيتصدم لما رينو بيقتل كايجو لوحده. بيكمل كلامه ويقول له انت عملت كده ازاي. بيشرح له رينو ان هو عدل في الرصاص اللي بيستخدمه وحوله لرصاص منفجر بس بيبقى على شكل متجمد، واكيد لو قدرت اتمكن من السلاح هقتل كايجو اكتر. وبيفضل فورو مصدوم، بس رينو ما بيكونش مركز معاه وبيفكر انه لازم يكون اقوى علشان كافجا ما يتحولش الكايجو. وبنسيبهم ونروح لغورو وهارو وبنشوف انهم قاعدين يقتلوا في الكايجو. وبيكون المقاتلين الاقدم مصدومين وبيقولوا هم ازاي دول مستجدين. وقتها بيكون غورو وهارو ولا في دماغهم من اي حاجه غير انهم يشوفوا مين فيهم اللي هيقتل اكتر من التاني. وبيقول هارو لغورو انا قتلت 3 وانت لسه. بيرد غورو انا مساعدك في 2 منهم اصلا. وبنشوف القائده بتاعت الفريق بتاعتهم اللي اسمها شين بتبص عليهم وبتقول واحد بيتعصب والتاني عكسه خالص وهادي. وبتبص عليهم واحدة من فرقتها وبتقول لها ايه رأيك نسيبهم معانا في الفريق. وبتكمل كلام وتقول انا سمعت من هاتشي ان في كام واحد متميز من المستجدين. وبعدها بنروح تاني لكافجا اللي لسه طالع من تحت الزبالة وبيقول الفريق كله عمل اداء حلو الا انا، وكل المستجدين اللي زيه بيعملوا شغل عالي حتى رينو.
وانا مش عارف اعمل اي حاجة لحد دلوقتي. وبيفتكر انه لسه الفريق مش عارف نقطة ضعف الكايجو فين بالظبط، وبيقرر يساعد بس بالطريقة اللي هيعرف يساعد بيها. وبنشوفه طلع فوق جثة كايجو بيفتحها، وبيكون الفريق اللي معاه مش فاهمين هو عاوز يعمل ايه. وبيكون كافجا متفاجئ انه بسبب البدلة عرف يشرح الكايجو بطريقة سهلة، وبيركز في جسم الكايجو من جوه، وبيقول ان الكايجو ده زي اي كايجو فطري، بس النواة بتاعت الكايجو مش في مكانها الطبيعي. بيكمل تشريح في الكايجو وبيعرف النواة فين. وبيكلم كافجا هوتشي في اللاسلكي وبيقول له ان نقطة ضعف الكايجو تحت الرقبة على طول، بس في غلاف قوي عند النقطة دي. وبيقترح عليه ان الجنود اللي قوتهم مش عالية يقتلوا الكايجو من الجنب علشان دي اضعف مكان. وهوتشي بيشكره على المعلومات دي، بس كافجا بيقول له استنى، في حاجة مهمة لسه ما قلتهاش. يقول له هاتشي ايه هي؟ بيرد عليه ويقول له ان الكايجو الصغير وانا بشرحه اكتشفت ان عندهم اعضاء تناسليه، وعضو التكاثر ده عامل زي كيس ابيض في اخر الكايجو، ولازم بعد ما يموتوه يدمروا الكيس ده علشان حتى لو مات بيفضل العضو ده شغال وبيتكاثر. بيرد هوتشي وبيقول له شكرا تاني على المعلومات المهمه. وبيكلم كينومي في اللاسلكي وبيقول لها تنشر المعلومات في كل الوحدات. وبنشوف بعدها كافجا وهو فخور بنفسه انه قدر يساعد الفريق، وبيقول لهوتشي انا هدور على كل جثث الكايجو وادمر الاكياس بتاعة التكاثر. بس بيسمع صوت انفجار قوي، وبيقول لهوتشي احسن ليك تركز مع اللي هيحصل ده وتشوف القوة اللي انت عايز توصل لها. وبنروح لمينا اللي واقفة فوق مبنى عالي جدا ومعاها مدفع ضخم، وبتصوبه في اتجاه الكايجو الاساسي. تجمع قوتها وبتضرب الكايجو، ومن اول مرة بتدمر النواة بتاعة الكايجو. في الوقت ده بيقول هوتشي لكافجا هي دي قوة القائدة مينا. وبنشوف كافجا وهو مصدوم من قوة مينا. وبنروح لكينومي اللي بتعرف مينا ان الضربة الجاية هتبقى في رجل الكايجو، وبالفعل الضربة التانية بتدمر رجل الكايجو. بس مينا بتطلب من كونومي انها تجهز الضربة التالتة، وبتفتكر الوعد اللي بينها وبين كافجا، وبتستعمل 96% من قوة البدلة، وبتقول ده اعلى قوة ليا ومستني اشوفك هتوصل لايه يا كافجا. وبتضرب الضربة التالتة وبتدمر الكايجو خالص. وبنروح بعدها عند كافجا اللي بيكون مركز قوي على القتال، وبيقول مينا في مستوى بعيد قوي قوتها غريبة جدا. وبنشوف هوتشي وصل عند مكان كافجا وبيقول له شفت القوة اللي انت عايز توصل لها. بيرد كافجا وبيقول له طالما بتتكلم بكل الثقة دي ده معناه انك تقدر تعمل زيها. بيرد هوتشي ويقول له لا طبعا انا ضعيف في الاسلحة النارية، علشان كده ببقى ضعيف قدام الكايجو الضخم. في اللحظة دي بيظهر كايجو ورا هوتشي وبيهاجمه، بس بنلاقي هوتشي ولا مدي اي اهتمام، وبيكمل كلامه ويقول انا مع الكايجو الصغير او المتوسط اقوى من مينا. وبنلاقي في اللحظة دي كايجو بيتقطع، وبيتصدم كافجا علشان ما شافش ايه اللي حصل غير ان هوتشي بيرجع السيوف في مكانها. وبيكلم نفسه ويقول ده من سرعته ما شفتش انه اتحرك من مكانه. وبيكمل تاني هوتشي كلامه ويقول ان عيلته ليها سمعة كبيرة في قتال الكايجو من ايام العصور الوسطى، وانا بحب استعمل السيوف اكتر من الاسلحة النارية، وان القائد والنائب بيبقوا اقوى شخصين في اي فرقة، وعلشان كده بيبقى ليهم اسلحة مخصصة علشانهم، وفي الغالب بتكون من اقوى كايجو قتلوه في حياتهم. وفي اللحظة دي مينا بتكلم هوتشي في اللاسلكي وبتعرفه انها قتلت الكايجو الاساسي. وبيقول هوتشي لكافجا كفايه كلام ويلا علشان المهمه الاصعب هتبدا دلوقتي. بيقول له كافجا انت بتقول ايه؟ مينا لسه مخلصه على الكايجو الاساسي. بيقول له هوتشي انت غبي، مش انا قايل ليكم ان مهمتنا قتل كل الكايجو الصغير، والمشكله ان بعد موت الكايجو الاساسي هيظهر كميه كبيره من الكايجو اللي جواه بويضات الكايجو الاساسي. بنروح بعد كده لمينا اللي بتشوف كميه كبيره من الكايجو الصغير قاعده تخرج من اشلاء الكايجو الاساسي، وبتقول ظهروا زي ما كنت عارفه مع اني ضربت الكايجو الاساسي كذا مره. بنرجع تاني لهوتشي اللي بيبلغ كل القوات انهم يستعدوا علشان نخلص بسرعه ونلحق نروح ناكل. بيرد على هارو في اللاسلكي ويقول له نلحق ايه؟ احنا هنخلص بعد فتره، انت مش شايف عددهم؟ بيرد عليه واحد من الفرقه اللي معاه في المنطقه وبيقول له انت تعبت علشان مستجد، لازم تعرف الفرق بين القوه والاستمراريه. وبتقف شين بين هارو وغورو وبتقول ليهم انتوا تعبتوا ولا ايه؟ لو تعبتم تقدروا تسيبوا الموضوع ده لينا. بيبص غورو وهارو ليها ويقولوا احنا نقدر نقاتل لغايه بكره لو حابه. بعدها بنروح لكينومي اللي بتعرف هوتشي ان المستجدين كلهم والمؤشرات بتاعتهم مبينه انهم تعبانين جدا. بيقول لها هوتشي ده طبيعي علشان اول مره ليهم، وانهم لو عرفوا يكملوا قوتهم هتزيد جدا. بيعرفها ان اغلب المقاتلين بيوصلوا القوه من 20 ل 30%، وده بيبقى اقصى قوه ليهم.
بس باستثناء ناس بتعدي قوتهم فوق كده، وده بيبقى مستوى القادة. وما بين المستجدين في شخص واحد اللي باين عليه مستوى القادة وهي كورا، بس أعتقد إن في شخص تاني غير كورا هيقدر يوصل للقوة دي وهو رينو. وبنروح بعدها لرينو فورو، وبنشوف فورو هو بيقول لنفسه أنا قاعد أضرب وأتعب نفسي، وفي الآخر رينو بيبقى أقوى مني. وفي الوقت ده بيجي رسالة ليهم إن الكايجو رايحين ناحية المنطقة بتاعتهم، وبيبدأوا هما الاتنين يروحوا في اتجاه الكايجو، بس بيقفوا فجأة لما بيشوفوا واحد لابس لبس قوات النظافة وقاعد قدام جثة الكايجو الأساسي وظهره ليهم، وبيكلم نفسه ويقول هما ازاي عرفوا مكان نواة الكايجو؟ أكيد في بين قوات الدفاع واحد عارف تشريح الكايجو. وفي نفس الوقت ده بيقول له رينو ايه اللي جابك هنا؟ ازاي عامل نظافة موجود هنا أصلا؟ بيلف ظهره ليهم وبنعرف إن ده الكايجو رقم 9. وبس كده يا معلم، مادام وصلت لغاية هنا تعالى بقى أسألك شوية أسئلة. يا ترى ايه اللي هيحصل لرينو فورو من المختل ده؟ بس لو انت شفت الانمي اوعى تحرق على الباقي. وهل كافجا هيتحول لكايجو قدامهم ولا لا؟ ولا برضه الكايجو رقم 9 هيصحي كل الوحوش اللي ماتت؟ ولو عايز تعرف ايه اللي هيحصل يا ريت تعرفنا في التعليقات وتشاركنا رأيك، وهنرد ونتكلم على بعض. وصلي على النبي وسلام.